البلد كلها عماله تزيد وتزيد وتزيد، فطبعا بتحصل مشاكل وبتحصل كوارث بسبب البطاله. في القاهرة يعني الناس متكدسة في مكان واحد، لما يجوا يعمروا الصحراء، يعمروا سينا. أنا اسمي صلاح عرفة محمد عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كنت في زيارة للسويد، وطلبوا مني أن أنا أكلمهم عن مصر الحديثة. الحقيقة لم أنم هذه الليلة. اكتشفت حاجات مهمة قوي، أن أنا مش عارف حاجات كتير عن بلدي، وخاصة المناطق الريفية. فإذا كنت أدعي العلم، أدعي المعرفة، فأنا عليا مسؤولية. ودي الحقيقة اللي فجرت عملية البسايسة القديمة والبسايسة الجديدة. اخترت قرية صغيرة اسمها قرية البسايسة، وألزمت نفسي إن أنا أروح كل يوم جمعة لمدة 5 سنين. ومرة من المرات ديت في 1992 بصيت لقيت واحد من الشباب الحلو واقف بيقول لي: يا دكتور صلاح، حضرتك علمتنا التفكير الإبداعي، وعلمتنا إن احنا نفكر من خارج الصندوق وليس من داخله. احنا بنفكر أنا و2 3 معايا إن احنا نروح ناخد حتة أرض في الصحراء، لأنه الصحراء 95% من مساحة مصر والدنيا بقت زحمة ومفيش شغل، وإن احنا لازم نختلف عن اللي قبلنا. فاحنا فكرنا ان احنا ناخد ارض في الجبل. تبلورت العمليه من 3 تنفار 4 تنفار لبقوا 7 لبقوا 9 لبقوا 16 لبقوا 28. وكان الاختيار بتاعهم الاولاني ان احنا ناخد حته في راس سدر. والحقيقه ليه راس سدر؟ كانت سينا بقى بعد الانتصار ورجوعها لينا، وازاي نعمرها وازاي نزرعها من البشر. خدتها كتجربه، ادانا هطلع ونشوف. والله جربنا ومشيت خلاص، وانا جاي لهنا ما اعرفش المصير هيكون ايه. لما جينا هنا كان صحراء صفرة. كان من اول الحاجات اللي احنا عملناها عمل علاقة سوية وسليمة واخوية مع المحليين من البلد. الدكتور صلاح في بداية الشغل كان بيجي لنا زيارات في البيوت بتاعتنا ويتعرف على الناس، وبيحاول يخلق علاقات تبادل وثقافة بين الناس ويقرب وجهات النظر. احنا واخدينها توأمة. يا ريت لو كل أبناء قرية من القرى في الوادي والدلتا يبقى لهم نظير في الصحراء. يا ريت لو 45 ألف قرية الصغيرة زي البسايسة القديمة يكون لنا 45 ألف تجمع جديد زي تجمع البسايسة الجديدة في صحراء مصر. احنا عندنا مشاكل المجتمعات الجديدة كتيرة، أولها التسويق وتخزين المنتجات. فكان لابد ان احنا ناخد قرار انه خلينا نزرع حاجة واحدة. ما اجيش في ارض زي دي مالحة وحرارة كبيرة والى اخره واروح اقول انا عايز ازرع رز. ما تنفعش. اخدت قطعه ارض هنا، والحمد لله دلوقتي يعني زرعتها من سنه 2000، ودلوقتي في انتاج من الزيتون والنخيل، وعندنا انتاج برضو من الجوجوبا. شجر الجوجوبا ده نبات طبي، بيستخرج منه مستحضرات التجميل او زيوت الطياره بصفه عامه. بعض الحاجات المهمه قوي ان احنا استخدام الطاقه الشمسيه، فهو جزء من الحاجات اللي احنا بنستخدمها الخلايا الشمسيه لتوليد الكهرباء. بنتكلم على السخانات الشمسيه لتسخين المياه والتدفئه. عملنا طابع خاص للمباني، انما كل واحد له الخصوصيه. احنا مش عايزين نعمل مباني تدينا الفرصه ان احنا نيجي نقول محتاجين تكييف ومحتاجين مراوح ومحتاجين مش عارف ايه لمده طويله على الاقل. قلنا لا، القباب ده تراديشنال
وعندنا وتنفع في الصحراء، فديت اللي ايه اللي هناخده كطابع عام للعمليه كلها. وكان يمكن الحلم الكبير قوي واللي تحقق في خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول هو المركز التكنولوجي. المركز التكنولوجي اللي اتعمل كان بدعم من الاتحاد الأوروبي وضمن برنامج مشهور قوي اسمه البرنامج الإقليمي لتنمية جنوب سيناء. وإحنا الحقيقة واخدين معدات منهم للتدريب لمدة 3 سنوات حوالي 2.5 مليون جنيه. فوتوجينيك بيكتشر. اللي انتوا شايفينه ده وده الحقيقه الروح اللي احنا عايزين نزرعها في سينا مع زراعه البشر، في ان احنا فعلا نعمل عمليه مجتمعات جديده ولكن بيئيه ولكن سهله، في ان احنا فعلا نخططها لمستقبل باهر للشباب ان شاء الله. أنا الحمد لله من زمان وأنا عامل حساب إن استقرارنا هيكون في البسايسة الجديدة هنا في سينا. ولادي وولاد إن شاء الله استقرارنا وحياتنا وعيشتنا ومدارسهم وكل حاجة هنا. إحنا اللي هناك يقولوا يترددوا علينا في البسايسة هنا، خلاص حياتنا هنا.